السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدئيا كده انت عايز تبدأ دروس اونلاين بس مش عارف تبدأ منين او تعمل ايه بالظبط، ومتوتر وخايف تبدأ فيها ما تظبطش معاك. انا هقولك على الحل. احنا لما نبدأ في اول سنة بنعمل ايه؟ هتقول لي احنا اول حاجة بنروح للمدرس، بنحجز ونشوف المذكرة عملها ولا لأ، وبنعرف المواعيد وهيبدأ امتى. هقول لك حلوة. الكلام ده هتطبقه برضك مع الدروس اونلاين. ازاي؟ انا هقول لك. اول حاجه، انا وليكن دخلت على اليوتيوب كده وكتبت مثلا خالد صقر مثلا يعني. تمام. فخالد صقر ده مثلا بيشرح كيمياء، بيشرح دروس وهو عاجبني، مدرس عاجبني. تمام. اسمه خالد صقر. اول حاجه بشترك عنده في القناه، بفعل الاشعارات عشان يوصل لي الجديد اول باول، فلازم اتابعه، ولازم اتابعه على الفيسبوك. يعني اروح كاتب كده في السيرش مثلا خالد صقر، خالد صقر. تمام. واعمل بحث. دي الصفحة بتاعتي، هضغط عليها واعمل حاجة اسمها متابعة. بس انا هنا بتابعه، انت هتعمل متابعة عشان يوصلك كل جديد. تمام. زي ما انتم شايفين هنا في الفيديو، هنا كان بيشرح فيديو مهم جدا لطلاب اولى ثانوي واولياء الامور. هيتكلم عن بدء الحجز لطلاب اولى ثانوي ومحافظه السويس فقط والدروس الاونلاين. فانت زي ما فهمت كده لازم تتابع، خصوصا تتابع المدرس على الفيسبوك، لان هو بينزل لك كل حاجه وتفاصيل الاولى ثانوي وثانيه ثانوي وثالثه ثانوي. تمام. تمام. وبينزل كمان المواعيد المذكرات واستلام المذكرات من السناتر وكده. طيب احنا كده اول خطوة قلنا هنعمل ايه؟ هنتابع المدرسين على يوتيوب وعلى فيسبوك زي الفل. طيب انا عايز بقى اخد دروس معاه، هعمل ايه؟ واحدة واحدة. استاذ خالد صقر عامل منصة على جوجل. طيب اول حاجة بدخل على بختار الحساب بتاعي، وبعد كده بكتب هنا خالد صقر مثلا، خالد صقر. تمام. خالد صقر، وادوس انتر. بعد كده دي المنصة بتاعته خالد صقر. طبعا دي المنصة بتاعته زي ما انتم شايفين، دي الواجهة اللي انتوا بتشوفوها. تقدروا تغيروا الالوان عن طريق المكان دوت، تغير كده الالوان حسب اللون اللي انت عايزه. ودي المنصة. تمام. وهنا الصف الدراسي الاول، الصف الدراسي الثاني، الصف الدراسي الثالث، ودي المنصه. ومعظم المدرسين اليوتيوب القالب بتاعهم نفس القالب بتاع المنصه دي. طيب انا دخلت على المنصه، هعمل ايه؟ اول حاجه بتعمل حاجه اسمها انشاء حساب. لازم تنشئ حساب على المنصه. هتكتب اسمك الاول والاسم الاخير ورقم تليفونك ورقم هاتف ولي الامر. تمام. وتحدد المحافظه والمرحله الدراسيه وتكتب بريد الكتروني وكلمه سر. كل الموضوع ده عايز منك بس ان انت تحفظ رقم هاتفك وكلمه السر، مهمين جدا جدا جدا. لما تيجي تكتب رقم الهاتف وكلمه السر لازم تكتبهم في ورقه، عشان انت لما تشترك في الكورسات هتدفع فلوس. فلو انت جيت دخلت على المنصه بعد فتره هيطلب منك تسجل دخول، فلو حضرتك مش حافظ كلمه السر يبقى ضاع عليك الكورس وضاع عليك كل حاجه. لازم تحفظ رقم هاتفك وكلمة السر. هتملى البيانات ديت، وبعد كده هتعمل حاجة اسمها انشئ حساب. بعد ما تنشئ حساب هتروح داخل دايس على تسجيل الدخول. انت كده خلاص عندك تسجيل حساب. هتكتب رقم هاتفك وكلمة السر، زي ما قلت لك لازم تحفظ كلمة السر ورقم هاتف. وبعد كده ما تيجي تسجل دخول هتفعل العلامة ديت، عشان لما تيجي تسجل دخول بيتبعت لك كود على رقم تليفونك اللي انت كتبته دلوقتي. هروح دايس على تسجيل الدخول، هيقول لي تم تسجيل الدخول بنجاح. هدوس على حسنا. زي ما انتم شايفين دي الكورسات. طبعا انا محدد السنه الدراسيه عشان كده دخلني على السنه الدراسيه اللي هو تانية سنه. طيب ده الكورس الشهر الاول الباب الاول تانية سنه، طبعا انا مشترك فيه. هو الكورس كان عامل 150 جنيه. الدخول للكورس هو لحد دلوقتي هو لسه ما نزلش اي فيديوهات. الفيديوهات هتنزل من اول 5/9 ان شاء الله. تمام. طيب انا مثلا عايز اتواصل معاهم فاروح دايس على الشات بوت من هنا، وابدا ان هو بيبدا ان هو يسالني، مثلا بيقول لي مرحبا بك في منصه الانصوره، تعليمات اشتراك في المنصه. هيبدا يسالني شويه اسئله كده. اول حاجه ادخل رقم تليفوني مثلا كده. تمام. وادوس انتر.
ما هو اسمك، اروح كاتب اسمي مثلا وليكن اوكي. رقم هاتفك باللغة الانجليزية، طب ما انا كتبته 85 27 2 7 5 7 0 3 وادوس انت. فهنا بعتله رقم تليفوني. بعد ما بيحولني رقم تليفوني يقول لي طريقة الاشتراك والحاجات دي كلها، هنا بختار. طبعا انا مش عايز اوقف الفيديو كده. تمام. هننزل على نختار الصف الدراسي اللي احنا فيه، ولا انت لو في الصف الاول الثانوي بتحدد، انا في الصف الثاني ثانوي بحدد. تمام. في حالة عدم الإجابة عن سؤالك تواصل مع أحد المسؤولين. كده أول ما اخترت المرحلة الدراسية أكتب الرسالة اللي أنا عايزها، هتلاقي في واحد من الدعم الفني هيرد عليك في أسرع وقت، اسمه عبد الرحمن. تمام. ده اللي هيرد عليك، ده شغال مع الأستاذ خالد صقر من التيم بتاعه يعني. تمام. طيب انت في واحد ممكن يسألني يقول لي طب انت ازاي اشتركت في الكورس دوت، او ازاي يعني هعمل ايه بالظبط، ازاي اشتركت؟ يعني هو كان انا دخلت على الكورس مشترك عادي. طيب هقول لك نختار نجيب منصة تانية غير خالد صقر عشان نبقى فاهمين الدنيا ماشية ازاي. منصة وليكن خليها ايه، خليها مثلا محمود مجدي. احنا هنجيب اشهر المدرسين. اوكي اهي ده المنصة بتاعته، ندخل عليها. زي ما قلت لك كلها نفس القالب، مفيش اي تغيير ابدا ابدا، مفيش اي حاجة. طيب اول حاجة بنعمل ايه؟ زي ما قلت لك بتعمل انشاء حساب، بتملى البيانات بتملى البيانات، واهم حاجه تحفظ رقم الهاتف وكلمه سر. بعد كده تنشئ حساب، بعد كده بتعمل تسجيل دخول، بتسجل بياناتك وزي الفل. تمام. بنبدا بقى. عندك بتنزل تحت بعد ما تسجل خطوط بتلاقي بص كورس اهو، كورس الشهر الاول. ده لمين بقى؟ كورس الشهر الاول ده لتالتة ثانوي، لان تالتة ثانوي بتبدا من بدري. طيب الكورس بيبقى كده. انا عشان كنت في منصة خالد صقر كنت انا دافع الاشتراك وكنت داخل على المنصة. طيب انا لسه ما دفعتش، هعمل ايه؟ اول حاجة انت عندك الكورس اهو، الكورس عامل 150 جنيه. انت عايز تشترك في الكورس ده، عملت اهو دايس على اشترك الان. تمام. او ممكن تعمل ايه، بص دايس على الدخول الى الكورس وتعرف تفاصيل الكورس ده ايه، محتوى الكورس اهو. ايه الكورس اللي هتشتريه ده فيه ايه؟ عندك جروب الفيسبوك الخاص بطلبة المنصة، طبعا لأي مدرس بيبقى عامل جروب للطلبة بتوعه يسألوا يبعتوا الأسئلة بتاعتهم على الجروب، وفي ناس وفي تيم بتاع المدرس بيرد عليهم. تمام. التمهيد الرياضي، تمهيدات يعني. في الأسبوع الأول ده في محاضرة أولى لازم يسمعها، وفي محاضرة تانية وفي محاضرة تانية وفي واجب لازم يحل، وفي حل الواجب، شرح حل الواجب ده فيديو. ولازم يخلص الحاجات ديت، بعد ما يخلصها بينزل له حاجات تانية، الكورس الجديد بينزل. ده الكورس دوت يعني لما تيجي تدفع مثلا ال 150 جنيه، فانت هنا الكورس هنا بمثابة اشتراك شهري، الشهر الاول. طب انا عايز اشترك، اعمل ايه؟ اشترك الان. طبعا انا عشان مش مسجل هعمل انشاء حساب، هكتب اسمي مثلا محمد، وهكتب اسمي محمود، ورقم هاتفي وليكن ماشي، ورقم هاتف ولي الأمر، والمحافظة نختار الشرقية مثلا. فين اهي الشرقية. وبعد كده بعمل بريد الكتروني ولكن بريد الوهم دوت، وكلمة السر مثلا كلمة السر انا عارفها. نعمل تأكيد كلمة السر، واروح دايس على انشئ الحساب. كده بفضل الله عملت حساب، دوس حسنا. هنا بقى لما تلاقي الحاجات ديت ممكن تدوس حفظ. الحاجات دي لو دوست حفظ كده هتفيدك في ايه؟ انا هقول لك هتفيدك في ايه. لحظة واحدة كده. انا هعمل مثلا، انا هدخل من اول وجديد، هعمل تسجيل خروج. انا مثلا ممكن اكون نسيت بريد الكتروني، فاروح دايس تسجيل دخول. بص
انا عملت حفظ عشان اول ما ادخل على تسجيل الدخول يروح هو كاتب البيانات ديت تلقائي. ليس على تسجيل الدخول، تم تسجيل الدخول بنجاح. تمام. فهنا بحفظ الكلمات دي، بدوس حفظ عشان اول ما اجي اسجل يتكتب على طول، يتسجل على طول، بدل ما اكتب ورقم الهاتف لا يتسجل على طول. تمام. انا كده خلصت. هنا ممكن اطلب الكتاب الان، بيدخلنا على بوك ستور اللي احنا شرحناه المرة اللي فاتت، واشتري الكتاب المذكرة بتاعته. بص، المذكرات بتاعت المدرسين بتبقى موجودة على بوك ستور، دي تقدر تشتريها من اي مكان. بس انا هنقول الحاجات دي بعد شوية. هندخل على كورساتي، ده ملفي مفيهوش حاجة، انا مش مشترك في اي حاجة خالص. هندوس الى الوراء مثلا كده وننزل تحت. تمام. طيب انا كده عملت ايه؟ حساب عشان اقدر اعرفكم ازاي تشتركوا في الكورس. انا الكورس نزل كده، انا عايز اشترك فيه، هروح دايس على اشترك الان. بعد كده بيدخلني على الايه الفاتوره، بيقول لي سعر الكورس 150 جنيه، الخصم مفيش اي حاجه، اجمالي سعر الفاتوره النهائي 150 جنيه. يعني انت هتدفع 150 جنيه. عايز تدفع ازاي؟ هتروح دايس الذهاب للدفع. شروط الاشتراك في كورس، الكورس متاح لشخص واحد فقط ولا يجوز مشاركته مع طالب اخر. وافق على الشروط. تمام. بيدخلنا على الصفحه ديت اللي انتوا شايفينها. تمام. الدفع، ادفع 150 جنيه. هروح دايس على ادفع 150 جنيه مصري. هنا بقى تقدر تحدد اللي انت عايزه. لو انت مثلا عندك فيزا تدفع من خلالها، انصح اي حد ياخد دروس اونلاين يشتري كارت فوري. اللي معايا كارت فوري، لو انت 16 سنه تروح على اي مكتب فرع فوري بلس وتقول له انا عايز، تاخد معاك البطاقه وتقول له انا عايز اطلع فيزا فوري. هيديك الفوري، هتملى شويه بيانات وتختم على شويه ورق، وهي هتطلع وهتاخد الفيزا وانت طالع، وهتملى البيانات ديت واسمك ورقم البطاقه اللي هو 16 رقم، وشهر انتهاء الصلاحيه وسنه انتهاء الصلاحيه ورمز الحمايه، وبعد كده هياخدوا من الفيزا. طيب انت مش معاك فيزا تعمل ايه؟ هتروح دايس على خدمه فوري توليد رقم مرجعي. هتلاقي الكود ده والرقم المرجعي ده. الكود ده هتاخد سكرين شوت، هتروح لاي مكتبه او اي سوبر ماركت عنده خدمه فوري، هتقول له انا عايز اعمل خدمه على فوري بي، ادفع فلوس عن طريق فوري بي. هيقول لك انا عايز الرقم المرجعي، هتدي له الرقم المرجعي دوت. تمام. ولو قال لك طلب منك كود الخدمه، كود الخدمه هو ده 7888. تمام. الرقم المرجعي دوت تاريخ انتهاء الصلاحيه بتاعه يوم 26/8/2023. يبقى لازم ادفع على الرقم المرجعي ده قبل الميعاد دوت. بعد ما تدفع للراجل هتيجي ترجع البيت وتفتح المنصه، هتلاقي الكورس معاك اتفتح. الكورس اتفتح وبيبدأ بقى ان انت تشوف كل حاجة عن الكورسات وكل حاجة. الكورس بقى بيبدأ المدرس ان هو ينزل لك المحتوى بتاع الكورس، بيبدأ ينزل لك كل يوم. مثلا هو بينزل على الصفحة بتاعته على الفيسبوك او القناة ان مثلا يوم الاحد في الشهر هينزل المحاضرة الاولى، يوم الاحد الاسبوع اللي بعده هينزل مثلا المحاضرة التانية، وكل محاضرة عليها واجب لازم تحل الواجب. هتدنك على النظام ده. واهم حاجة في دروس اونلاين انك تتابع نفسك. دي كانت محمود مجدي، وعرفنا خالد صقر. وعندك مثلا بسطتها لك لو انت عايز مثلا تاخد، بسطتها لك محاضرة طبعا عندي حساب، احنا عرفنا كده ازاي نسجل. تمام. هنا بيقول لي ادخل الكود اللي اتبعت لك على رقم تليفونك، ففي رقم اتبعت لي هو على رقم تليفوني، الكود 9، وادوس انتر. تأكيد الكود، تم تسجيل الكود بنجاح. تمام. دخلت. بعد كده بنزل بحدد المرحلة الدراسية بتاعتي، يعني الصف الثاني الثانوي علمي. تمام. بلاقي الكورسات، ده مدرس الأحياء، في مدرس اسمه محمود الأنصاري بيشرح مادة الأحياء، الكورس بتاعه. أنا مثلا عايز محمد صلاح المعروف. الكورس نفس النظام 80 جنيه، بدفع نفس الخطوات ونفس كل حاجة. ممكن تشترك على المحفظة، يعني انت عندك محفظة فودافون كاش تقدر تشترك من المحفظة، تدفع فلوس من المحفظة، فودافون كاش، اورنج كاش، اتصالات كاش، اي حاجة، حتى لو محفظة بنك مصر تقدر تدفع من خلالها. تمام. زي ما قلت لك جميع المنصات ليها نفس النمط، ما عدا مثلا ممكن تلاقي موسوعة مثلا اللي هي الموسوعة محمد صالح، تلاقي لها نظام غريب شوية. دي الموسوعة، هي بتعمل اول حاجه حساب جديد، وبعد كده بتعمل تسجيل الدخول، وبعد كده بتتقبل، وبعد كده بتلاقي الكورسات بتاعتك بتشترك. بس محمد صالح ليه نظام معين في الشرح، يعني هو بينزل الفيديوهات على اليوتيوب، الشرح على اليوتيوب،
والواجب وحل كتاب الامتحان بيبقى على المنصة. تمام. انت بتدفع بس الاشتراك الرمزي بتاعه 25 جنيه. هو 25 جنيه ده انت بتدفعه عشان هو المدرس ده يدفع للمنصة دي، لان المنصة دي بتاخد طبعا، ده دومين بياخد فلوس وفي استضافة، فالمنصة كل سنة لازم يدفع لها فلوس، فهو بياخد منك 25 جنيه بس. ده مش حاجة على فكرة، يعني هو مدرس اكنه بيديك بالمجان. تمام. دي المنصة. في منصات تانية هتلاقيها غريبة شوية، ممكن تلاقي مثلا حسام خليل هتلاقي المنصة غريبة شويتين. دوس انتر، الصفحة الرسمية للفيزياء مع حسام خليل، هتلاقي نفس النظام. هتعمل حاجة اسمها اشتراك، تكتب رقم موبايلك وتسجل البيانات، وبعد كده تعمل تسجيل الدخول. نرجع على الوراء. تمام. بتلاقي المحاضرات هنا، تلاقي محاضرة بتختار عام الدراسي الحالي اللي هو 2024، هو بدأ مع تالتة ثانوي الأول. بتلاقي المحاضرة الأولى كذا، المحاضرة التانية كذا. بتشترك في المحفظة، بتشترك على الحلقة، بتبقى بفلوس، بتبقى ب40 جنيه 30 جنيه، يعني في الشهر حوالي 160 150 كده يعني. تمام. طب أنا عايز أحجز المذكرة، بيبقى في هنا أو بعد ما تعمل حسابك بيبقى في هنا. أنا عندي أعمل حساب، لحظة واحدة. رقم موبايل 012، تحكم رقم الهاتف، كلمة السر، اوكي. تمام. انا سجلت كده، دي الصفحة بتاعتي. هلاقي المحفظة بتاعتي صفر، ما فيهاش فلوس اي. او لو عايز اشتري بقى المذكرة، فروح دايس شحن المذكرات، بيدخلوني على الواتس، ببدأ ادردش معاهم، اكلمهم، اقول المذكرة تنزل امتى، كذا كذا كذا، وابدأ احجزها واشتريها، وبس كده. وابدأ ادخل على مثلا، هو هيبدأ في اول 9 ان شاء الله، واختار لازم اشحن المحفظه بتاعتي. اشحن المحفظه بروح عند اي واحد عنده خدمه فودافون كاش، ببعت مثلا لو عايز احول 200 جنيه على الرقم ده بحولهم. تمام. بس لازم تقرا البيانات ديت الاول وتعرف انت تعمل ايه بالظبط. وبعد كده، بعد ما تكون المحفظه فيها فلوس، بتروح بقى مشتري مثلا دخلت على الحلقه ديت، دخلت مثلا على الحلقه دهيت على الحلقه دهيت طبعا بفلوس. لو محفظة فيها فلوس هقدر اشتريها. تمام. الى وراء دي زي ما قلت لك، ده دروس اونلاين، بتذاكر بتدفع الفلوس للمدرس، بينزلك محاضرة وواجب وكويزات على المحاضرة، كل لحد ما الشهر يخلص. الشهر يجي بعده تدفع فلوس الشهر اللي بعده. نفس النظام ده، نظام يعني معروف، وبس انت تكون راقب على نفسك وهتوصل. وبس كده. اتمنى اكون استفدت من الفيديو ده ولو بمعلومة واحدة. في رعاية الله.